السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل الفول النابت، هعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم ازاي ينبت بسرعة زي ما انتوا هتشوفوا. انا عندي الفول ده بلدي، نقيته وغسلته غسلة كويسة وحطيته في مصفاية زي ما انتوا شايفين، وعندي بولة حطيت فيها مية. هضيف الفول دلوقتي على المية زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجة تكون كمية المية كتير علشان الفول لسه هيتضاعف حجمه معانا وهيزيد. انا هضيف كمية مية تاني دلوقتي، عايزة المية تكون كتيرة لان كمية الفول اللي حضراتكم شايفينها دي لسه هتنفش معانا. انا هركنه على جنب دلوقتي، وكل ساعتين هغير المية بتاعته لحد تاني يوم بإذن الله. اهم حاجة وانتوا داخلين المطبخ هنغير المية على طول لحد ما ينفش ويتضاعف حجمه. انا تاني يوم دلوقتي عندي الفول بتاعه اهو بعد ما اتضاعف حجمه ونفش بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي، وهو ده شكله. شايفين الكميه كانت في اول الفيديو كانت قد ايه، وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بقت قد ايه. الفول ما شاء الله بلدي ونفش بسرعه، والحبايه بتاعته كبيره زي ما انتم شايفين، وشكله جميل جدا ما شاء الله، وما خدش اي وقت خالص. انا نقعته ليله كامله زي ما انا قلت لكم، كل ساعتين او كل ما ادخل المطبخ كنت بغير الميه عليه. انا حطيته في مصفاية عشان تتصفى المية بتاعته. انا عندي قماشة، القماشة دي تكون قطن وناشفة. هضيف فيها الفول دلوقتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهلفه كويس. اهم حاجة القماشة تكون قطن او اي قماشة متوفرة عندكم، بس تكون قطن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هلفها وهحطه في المصفاية، هحطها في بولة زي ما انتوا شايفين. يعني انا حطيت الفول في قماشة وحطيتها في مصفاية، ومن تحت هتكون البولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف شوية من المية على الوش القماشة من فوق. اهم حاجة كل ما ندخل المطبخ ونلاقي القماشة نشفت هنضيف مية. يعني على مدار اليوم كل ما هندخل المطبخ ونلاقي القماشة نشفت هنضيف لها مية، لان ده هو ده اللي هيسهل معانا ان النابت ينبت معانا بسرعة. انا هركنه على جنب دلوقتي وهسيبه يوم كامل، وكل ما القماشة تنشف هرشها بالمية. انا سبت الفول يوم كامل في القماشة زي ما انا قلت لكم وزي ما حضراتكم شفتوا. كل ما القماشة كانت بتنشف انا كنت برشلها مية. هو ده اللي سهل وخلى الفول ينبت معانا بسرعة زي ما انتوا هتشوفوا. ده شكل الفول بعد ما نبت معايا بسم الله ما شاء الله، ما خدش اي وقت معانا خالص. ده شكل الفول ما شاء الله عليه. الفول ده بلدي، الحجم بتاعه كبير ومخدش اي وقت خالص في التنبيت. انا لسه هسيبه كمان ليلة كاملة علشان ينبت اكتر زي ما انتوا هتشوفوه. ده شكل الفول بسم الله ما شاء الله عليه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. لو عاوزين تكتفي ان الفول يبقى كده خلاص براحتكم، لو عايزين ان هو ينبت اكتر من كده برضو تاني. انا طبعا هسيبه يوم تاني زي ما انتوا هتشوفوه علشان ينبت معايا اكتر. لو عايزين تسووه كده برضه براحتكم، لو عايزين تسيبوه يوم تاني زي ما انا هعمل برضه براحتكم. انا هلفه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، وهرش عليه ميه من فوق. اهم حاجه كل ما القماشه تنشف كل ما هنرشها ميه. انا هسيبها ليله كامله كمان، كل ما القماشه تنشف هرشها بالميه. انا هسيبها يوم كامل باذن الله وهرجع لكم تاني. انا سبت الفول يوم كامل زي ما انا قلت لكم، هوريكم شكله دلوقتي. لو عايزين تكتفوا لما وريتهولكم تمام، لو عايزين تسيبوه يوم تاني برضه اللي يريحكم. انا سبته يوم كامل تاني، كانت كل ما القماشه تنشف كنت برشها بالميه. يوم كامل كنت بعمل بنفس الطريقه. وده شكل الفول بعد ما نبت معانا خالص بسم الله ما شاء الله، ما خدش اي وقت معانا خالص في التنبيت. هو ده شكله النهائي. انا هغسله دلوقتي غسله كويسه وهصفيه من الميه، وهقول لكم طريقه التسويه بتاعه النابت. تابعوا معايا. انا هسوي النابت دلوقتي. عندي حله كبيره حطيت فيها ميه مغليه، وعندي الفول ده انا غسلته غسله كويسه وصفيته من الميه زي ما انتم شايفين، وضفته على الميه المغليه. انا مش هضيف اي اضافات. انا هضيف دلوقتي 2 بصله صغيرين،
وهضيف ليمونه كامله. انا مش هاخد القشر، انا هاخد الميه بتاعت الليمون فقط، ما نضيفوش القشر علشان النابت ما يمررش معانا. انا هغطيه دلوقتي وهسيبه لحد ما يستوي، وكل ما تلاقوا الميه قلت هنضيف ميه مغليه لحد ما النابت يستوي معانا. انا هغطيه دلوقتي وهسيبه لحد ما يستوي. انا سبت الفول على النار لحد ما استوى، وده شكله بسم الله ما شاء الله، ما خدش وقت معايا خالص. الفول بقى عامل زي الزبده بالظبط زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله عليه. انا هعمل الطشه بتاعتي دلوقتي زي ما حضراتكم هتشوفوا. هنعمل الطشه دلوقتي. انا عندي معلقتين كبار من الثوم المفروم، و3 معالق من السمنه، وعندي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، ومعلقه كبيره من الكمون الناشف، وعندي معلقتين كبار ملح حسب الرغبه. هحطهم على النار زي ما انتم شايفين، وهبتدي ان انا اقلب فيهم لحد ما يحمروا معانا زي ما انتم هتشوفوا. انا هفضل اقلب في الثوم لحد ما اوريكم اللون بتاعه. الثوم ابتدى ان هو ياخد لون معانا زي ما انتم شايفين. في مقطع في الفيديو اتحذف للاسف، انا كنت بصور فيه بس والله العظيم التليفون سخن مره واحده ومرضيش يصور تماما، اللي هو المقطع انا وبحمر في الثوم علشان اطش للشوربه، بس للاسف المقطع ما تصورش. وده الشكل النهائي للفول. بسم الله ما شاء الله، الفول جميل جدا ومستوي وطري ومزبت زي ما انتم شايفين. انا عملت جنبه فتة العيش الشمسي، لو عايزين طريقة العيش الشمسي هسيبه لكم في صندوق الوصف. الفول جميل جدا بسم الله ما شاء الله، ومستوي وطري جدا، ومخدش اي وقت معانا خالص زي ما حضراتكم شفتوا. وبكده فيديو النهارده يكون خلص معانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.